مرحبا بالجميع. أنا هنا اليوم لأتعمق في قصة ليست مجرد عنوان رئيسي، بل رواية مفجعة هزت المجتمعات وأثارت نقاشات حول سياسات الهجرة. سنتحدث اليوم عن الموت المأساوي لمهاجر سنغالي شابا في الرباط بالمغرب، وما يترتب على ذلك من تداعيات أوسع. كان تشارلز نادور يبلغ من العمر 25 عاما فقط، ويعيش بعيدا عن وطنه على أمل حياة أفضل، لكن رحلته انتهت بمأساة، مما أثار الغضب ليس فقط في السنغال والمغرب، ولكن في جميع أنحاء العالم. إن الصورة المروعة لوفاته التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لم تسبب الذعر فحسب، بل سلطت الضوء أيضا على نهج المغرب في التعامل مع الهجرة. في السنوات الأخيرة سعت المغرب إلى إعادة تشكيل سياساتها المتعلقة بالهجرة من خلال تعزيز نهج إنساني يتماشى مع القانون الدولي ويركز على حماية حقوق الإنسان. وقد انعكس ذلك في بيان ملكي أكد على ضرورة التعامل مع الهجرة بطريقة شاملة وإنسانية. لكن وفاة تشارلز نادور تثير أسئلة مهمة: هل هذه السياسات فعالة أم أنها مجرد كلمات منمقة بعيدة عن الواقع؟ إن المغرب العالقة في معضلة الموازنة بين أمن الحدود مع أوروبا وتحسين العلاقات مع جيرانها جنوب الصحراء تواجه الآن اختبارا حقيقيا لسياساتها الجديدة للهجرة. يطالب النشطاء بالمساءلة ويصرون على عدم إغفال حقوق المهاجرين في هذه المفاوضات الدبلوماسية. بينما تتكشف هذه القضية فإنها تفعل أكثر من مجرد سرد القصة الحزينة لفرد واحد، إنها تتحدانا للنظر بشكل أعمق في القضايا المنهجية التي تسمح بحدوث مثل هذه المآسي. كيف نضمن ترجمة السياسات المكتوبة إلى حماية واحترام لكل فرد؟ كيف نسد الفجوة بين النية والتنفيذ؟ هذه القصة ليست فقط عن تشارلز نادور، إنها عن كل أولئك الذين يجدون أنفسهم عالقين بين الحدود، يبحثون عن الأمن والفرص لكنهم يواجهون الخطر بدلا من ذلك. إنها مسألة ضمان ألا تكون حقوق الإنسان مجرد مفاهيم نظرية، بل واقعا للجميع. ابقوا معنا بينما نواصل الكشف عن طبقات هذه القضية المعقدة وفهمها، سعيا لعالم تكون فيه الهجرة آمنة وقانونية وإنسانية للجميع. شكرا لانضمامكم إلي في هذه المحادثة المهمة. دعونا نستمر في طرح الأسئلة الصعبة والبحث عن الحقيقة.